السلام عليكم. في الفيديو ده هعمل مشروب جميل قوي، هو مشروب السحلب. انا هعمله وهزود عليه شوية اضافات هتخلي طعمه جميل جدا. طبعا الناس بقى اللي بتحط دقيق الرز على النشا على الكريم شانتيه على الكلام ده كله، فين نكهة السحلب الاصلية؟ مش موجودة في المشروب. فالحل الوحيد بعد ما انا لفيت كتير جدا على عطارين كتير بصراحة، مش لاقية انا مشروب السحلب او بودرة السحلب الاصلية الخام اللي انا اضيف عليها المكونات بتاعتي. عملت ايه؟ جبت باكو سحلب جاهز ونخلته كويس، وشلت المكسرات اللي هم حاطينها عليه، غالبا بتكون مندية ومش صبحة. خدت بقى انا بودرة السحلب، زودت عليها معلقتين لبن بودرة، معلقة واحدة من النشا، معلقتين كريم شانتيه، شوية كده من جوز الهند، وشوية من السمسم المحمص، وكمان باكو من الفانيليا، باكو واحد كفاية، شوية سوداني محمص، انا محمصة الحاجات دي على ايدي عشان تفضل نكهتها قوية وتفضل مقرقشة لاخر وقت. وبعد كده زودت معلقتين من جوز الهند. المكسرات طبعا براحتك، ما تكتريش في النشا لان هو اوريدي فيه النشا بتاعه، واوعي تحطي دقيق رز لان هو كمان فيه دقيق الرز. ده الطريقة اللي انا بستخدم بيها السحلب طول عمري. مكسراته لانها بتبقى مندية، وزود عليها المكسرات او النكهات اللي انا بحبها. معلقتين كريم الشانتيه بتفرق جدا جدا. بعد كده خدت بقى معلقتين 3 من البودرة اللي انا عملتها، زودت عليها كوبايتين من الحليب والسكر حسب الرغبة، قلبتها على البارد ورفعتها على النار مع التقليب المستمر. وتاكلي بقى او تشربي احلى مشروب سحلب جميل جدا، قوامه حلو مش تقيل قوي. عايزة تقليه زودي نشا، مش عايزة تقليه هو كده مظبوط قوي. المكسرات اللي فيه طبعا صبحة وطعمها لذيذ، والنشا والسمسم كمان مقرمش كده وحلو. لو الوصفة بتاعتي عجبتكم، او لو انتوا بتعملوا بالطريقة دي قولولي وعرفوني في الكومنتات. متنسوش بقى لايك وفولو واشتراك في القناة لو انتوا معايا على اليوتيوب. نزينها بقى بشوية سمسم، شوية جوز هند، شوية زبيب او شوية مكسرات، وتاكلوها بألف هنا وشفا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.